السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ملح وحلو مع تيفا مرة أخرى. اليوم الوصفة غادي تكون طاجين ديال الدجاج بالدغميرة للحفلات والأعراس والوليدات حتى هما، علاش لا، بطريقة سهلة ما فيهاش بزاف ديال العطرية باش تكون سهلة على الجميع. كاين اللي ما كيلقاش مثلا القعقلة والبسيبيسة. بالنسبه لهاد الفلون رويال راني حاطه لكم الوصفه في القناه، ممكن ترجعوا لها. طريقه سهله مبسطه كما عودتكم دائما في وصفات القناه. بقاو معايا باش غادي نشوفوا هاد الوصفه. بالنسبه لي هنايا خديت واحد الدجاجه فيها كيلو ونص. عندي بالنسبه للدجاجه وحده غتاخدوا نص كيلو ديال البصله وربعه ديال الثومات، شويه ديال سكينجبير، بزار، الزيت، الخرقوم، وشويه ديال راس الحانوت مع حامضه والملحه. وغادي نحتاجوا لواحد الميكسر. غادي نعاود معكم العطريه باش تكون اوضح. هنا غادي نحطوا الثومه في الميكسر، غادي نضيفوا عليه الماء والزعفران، غادي نضيفوا معلقه ديال الخرقوم عمره شويه، كلشي معلق صغار، وغير في راس المعلقه راس الحانوت. من بعد غادي نضيفوا الحامضه ونضيفوا معلقه صغيره ديال الملح. ردوا البال مع الملح لان غادي نديروا الحامض دونك ما نحتاجوش الملح بزاف. من بعد نضبطوها فاش كنضيفوا البصله في الاخير. هنا العطريه كامله من بعد ما طحنتها مع الماء ديال الزعفران غادي نخليها اقل حاجه 2 سوايع في الثلاجه، اولا تخليوها ليله كامله. غادي نوريكم كيفاش نربطوا الدجاجه، حيت في اوروبا كنشريو الدجاج كيكون ما مخليلوش البلاصه فين غادي ندخلوا الرجلين باش يتشدوا وما يتحلوش في الطياب، وفي نفس الوقت حتى الجنحين كيبقاو مشدودين وما يتحلوناش حتى هما في الطياب، ما يتحرقوا ما كيتهرسوا. غادي تدخلوا لاستيك من تحت الجناح بحال هكا وتهبطوه بهذه الطريقه هذه، تبلوكيوه بالفخاد. وغادي نجيو عند الرجلين وغادي ندور اللاستيك باش حتى الرجلين من يكونوا يطيبوا ما يتحلوش بحال هكا. شوفوا انا كروازيتهم تما، ومن بعد غادي نرجعوا اللاستيك للور صافي. بهذه الطريقه ما غاديش يتحل، شوفوا. ومن بعد غادي نرجع للجناح باش نبلوكيهم حتى هما بهذه الطريقه هذه. رجع الجناح للوراء باش ما يتحلش وما يطيحش، وغادي تشوفوا فاش كيطيب كتبقى الدجاجه وافيه. نتمنى تكون الطريقه واضحه بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش يربطوا الدجاجه بحال هكا. صافي. الدجاج ما خصوش يكون لا كبير بزاف ولا صغير بزاف باش تجي الحطه ديالو همويه. هنا غادي نضيف غير بصله وحده من ديك 500 غرام، انا ناخذ مقدار بصله وحده صافي باش غادي نطيب فيها الدجاج. وهنايا ضفت له هذيك العطريه كامله، ما غاديش نزيد نضيف العطريه، صاي خلاص. من الاول معلقه صغيره من كل حاجه، من غير الخرقوم معلقه عامره، وراس الحانوت كتكون غير شويه في راس المعلقه، والملحه حتى هي معلقه صغيره. من بعد فاش يغلي شويه هذيك الماء اللي نتاع العطريه عاد نضيفوا الزيت. هنايا ربطه ديال المعدنوس والقزبر غادي نخليها مربوطه هكا، انا ما كنبغيش نطحنها باش تبقى كل حاجه بنته صافي. ونبقاو كل 15 دقيقه نقلبوها، وضفت لها كاس ديال الماء. هنا بالنسبه للزيتون غادي ندير معاه شويه ديال الحامض المصير باش يحيد له الحموضيه ونخليه يغلي. وكل مره كنبقى نسقي غير من هذاك الماء اللي درت فيه الدجاج يطيب، ونقصوا لها بزاف بزاف بزاف. في الاول ديروها على الصدر
وتبقاو تحركوها كل 15 دقيقه باش ما تحرقش وما تلصقش ويبقى عندها الجلده كما كتشوفوها من الفوق شاده مزيان. فاش حيدوها بالطبسي باش ما تفتش ليكم. وشوفوا الصلصه كيفاش كتجي. غادي نضيف لها البصله، وهنا غادي ندوق الملحه ونشوف واش هي هذيك ولا لا. وغادي نضيف واحد الكاس ديال الماء، كاس ديال الماء باش غادي طيب فيه البصله. ما نكثرلهاش بزاف باش طيب لي مزيان، لان غادي نخليها طول فوق البوطه. هنا غادي نضيف شرائح ديال الحامض. هاد الطريقه هذه كتعسلهم. وهنايا درت شويه ديال الكبده والتقانس مقطعين ومسلوقين في الماء قبل باش المذاق ديالهم يجي زين والشكل ديالهم يجي زين حتى هو. حيت الا درتهم خضر الصراحه ما كتعجبنيش هذيك الطريقه يتحطوا خضر. الحامض حتى هو كيتسير ويتعلك مزيان. الحامض المصير كيتعلك مزيان وكيبقى المذاق ديال الحموضيه ديالو في ديك المريقه وكيجي زوين. هنايا غادي نضيف الزيتون اللي سلقته في الماء وحيدت له الحموضيه والملوحيه. وهنا غادي نمر الدجاج باش غادي نحمرو شويه ديال الزبده دايبه شويه ديال الموطارد والتحميره. غادي ندهن بهم الدجاجه من بعد ما بردت شويه في الطنجره. عاد حيدتها ومن بعد خليتها نشفت عاد وغادي ندخلها تحمر. هنا من بعد ما تحمرت شوفوا كيفاش كتجي بهذه الطريقه هذه. اللون ديالها كيجي مذهب، الدجاج كيجي طري، كيجي داخلات له العطريه مزيان وبنين. والصراحه ما كتشبعوش منه بلا قوه العطريه والمقادير، وكيجي زوين بزاف. قدمته مع هاد السلطه هذه بهذه الطريقه ومع الفلون رويال كما قلت لكم. غتلقاو الوصفه ديالو في القناه، رجعوا له حتى هو. الوصفه ديالو مبسطه جدا. شكرا لكم على المشاهده، وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو. والى اللقاء في وصفه اخرى.